السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي وحبايبي وولادي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض بقى شوية صلصة. مش هنفرز طماطم نحطها في الفريزر لا، احنا هنعمل صلصة تقيلة اللي تعبي في البطرمانات. دلوقتي انا جايبة معاكم دول 10 كيلو طماطم، كل شنطة فيها 5. وهنشوف كده بالراحة، ننقي بقى الطرية ونشيل الجامدة ونشوف ايه هنعمل ايه. نحطها الاول نغسلها وبعد كده ايه ننقيها وبعدين نرفعها على النار. ماشي، نقول سلام عليكم دلوقتي. وادي الطماطم على بعضيها، دول 10 كيلو. هنغسلها طبعا كام غسلة كويسين، يعني انا صبنت الاحواض الاول قبل ما احط فيها، وهنغسلها بقى كام مرة بقى قبل ايه نخليها فلة، وبعد كده بقى نحطها في الحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده ايه كده البنجر كويس. احنا حطينا الطماطم خلاص على النار، كل 5 كيلو في حلة. ودلوقتي دول اتنين بنجر، هنحط لكل حلة واحدة. وهاتي 5 كيلو في الحلة دي و5 كيلو في الحلة دي، ونسيبهم بقى لما يستووا خالص ويشبعوا سوا وما يبقاش فيهم مية. انا مش حاطة اصلا فيهم مية خالص، الحلة كانت ناشفة كده، وبقيت اغسل في الطماطم واحط في قلب الحلة. هنا 5 وهنا 5، حطيت هنا بنجراية وهنا بنجراية، ونسيبهم بقى لما يستووا خالص ويشبعوا سوا، وكمان تكون ما فيهمش يشربوا المية اللي بتبك الطماطم بتبك مية، تشربها بقى تاني، ما يبقاش فيها مية خالص. احنا مش عايزين فيها مية، احنا عايزينها صلصة المرة دي، مش اللي بنشيلها في الفريزر، لا. وربنا يسهل بقى قبل ما تستوي. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي مؤقتا بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا قلبت الطماطم السليمة كلها، نزلتها طبعا من تحت عشان تستوي كلها مع بعضيها. دي فرصة بقى، فرصة الطماطم الكيلو ب4 جنيه، دي فرصة اليومين دول. الشاطرة اللي معملتش بقى طماطم تروح تجيب 10 كيلو ولا 15 كيلو وتعملها. دي فرصة اليومين دول، بعد كده مش هنعرف بقى هي هتبقى بكام، ولا حتى يبقى في وقت عشان نعمل صلصة ولا نفرز ولا نعمل كده. اللي فرزوا بقى خلاص. انا كده مفرزة في الفريزر اكياس طماطم، بس دي هعملها في البطرمانات صلصة تقيلة. ربنا يسهل قبل ما تستوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم يا ولاد؟ الطماطم على النار لسه بتتسبك. شفت الحلة كانت مليانة ازاي؟ بقت راحت فين الطماطم؟ وادي الحلة التانية، بس نقصت قد ايه، ودي برضه سايباها برضه لما تنقص تاني، لسه فيها مية. اتقلبت شوية، هوطي بس النار شوية عليها واسيبها برضه لما تشرب المية اللي فيها.
وادي الخلاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا حطيت الصلصة في المصفى المقيت وبصفيها. هصفيها وبعدين أرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وده الطفل اللي طلع من في المصفى اهو. ضربتها في الخلاط بعد ما استوت وبعدين صفيتها في المصفى. وادي الصلصة اهي. ايه رأيكم بقى في الصلصة؟ بصوا بقى تخينة ازاي، بصوا تقيلة ازاي، بصوا. سايباها لسه على النار شوية عقبال ان البطرمانات ما تنشف تكون كملت تسبيك. كل ما تسيبها على النار شوية كل ما تتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي البطرمانات والغطيان. هنعبي بقى بإذن الله كده بطرمان. وادي الصلصة بقت 100. بصوا ايه رأيكم؟ بصوا تقلت ازاي، بصوا. ايه رأيكم في الصلصة؟ صلوا على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم يا ولاد؟ تفرق يعني الصلصة اللي بنجيبها في البطرمانات اهي. وهنعبي بطرمان بقى كده بالصلاة على النبي وبعدين نوريهم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم يا ولاد بقى؟ ادي بطرمانات الصلصة انا عبيتها وهي بتغلي. ايه رأيكم؟ ادي 10 كيلو طماطم. صلصة ولا مش صلصة يا ولاد؟ صلوا على النبي بقى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. استاهل بقى ايه تتفرجوا على الفيديو ولا لا؟ الصراحة انا تعبت في الفيديو ده. هقول لكم ايه بقى، متنسوناش بقى المرة دي تتفرجوا على الفيديو كله. متنسوش ايه، اللي مش مشترك يشترك. متنسوش اللايكات يا ولاد.
اللايكات الحلوة زيكم، اخواتي وحبايبي وولادي، متنسوناش بقى، أمانة في رقبتكم بقى تشوفوا الفيديو كله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلصة دي عملناها لإيه؟ تفريزات لرمضان، كل سنة وانتم طيبين. متنسوش يا ولاد بقى، شيروا لنا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، وقبل بقية التفريزات بقى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.